بيبتدي الفيلم في الارض المجوفه وبنشوف مطارده جامده بين شويه حيوانات مفترسه وكونج اللي كان بيجري منهم بكل سرعته لحد ما وصل كونج لحافه الجبل وما كانش عارف يعمل ايه، وطلع عليه حيوان كان بيهجم عليه الا انه وقع في حفره كبيره زي ما تكون فخ من كونج، وبعدها يحدف عليهم كونج شجره كبيره ويمسك جثه الحيوان اللي وقع في الحفره ويقسمه نصين علشان كلهم يخافوا منه ويمشوا. وبعدها راح كونج قاعد على الجبل وكان زعلان وحزين جدا لانه عايش لوحده وحاسس بالوحده وان مفيش حد من بني جنسه عايش معاه زي باقي الحيوانات، لكنه بيسمع صوت غريب وراح يشوف مصدر الصوت ده ايه، لقاه حيوان تاني بيقلد اصوات الحيوانات فما اهتمش بيه وقعد مكانه. وبعدها بنشوف في التلفزيون دكتوره ابحاث مع مذيع وبيتكلموا عن خطوره جودزيلا وكونج، فقالت ان مفيش ضرر من الاتنين طالما كل واحد عايش في مكان، جودزيلا على الارض وكونج في الارض المجوفه. لكن في ايطاليا بيظهر عنكبوت عملاق كان بيدمر المدينه وبيقتل الناس، وهنا بيظهر جودزيلا وبيحس بالعنكبوت العملاق ده بيخرج من قاع البحر وبيروح له علشان يتعارك معاه. وطبعا جودزيلا بقوته الجباره قدر انه يقضي على العنكبوت العملاق دوت ويقتله، لان جودزيلا كان فاكر نفسه حامل حمى وبيقتل اي وحش بيظهر على الارض. وبعد كده بنروح لقاعده مونارك وبنشوف فيها الموظفين كلهم متابعين لحركه كونج وجودزيلا، لكنهم بيلاحظوا تحركات غريبه لكونج، وتم رصد اشارات غريبه في منطقه الارض المجوفه مكان موطن كونج، والاشارات ديت كانت جايه من منطقه مجهوله في الارض المجوفه، لكنهم ما كانوش فاهمين الاشارات دي معناها ايه، وبعتوا الاشارات ديت لمديره هامilton اللي كانت بتناقش الموضوع دوت مع الدكتوره إيلين أندروز اللي كانت مسؤوله عن كل الابحاث اللي بتخص جودزيلا وكونج. وكانت المديره بتفكر تبعت فريق يشوف موضوع الاشارات دي ايه، وبصوا كلهم على جودزيلا في الجهاز لقوه نايم بعد ما قضى على العنكبوت العملاق. ونروح لبنت اسمها جيا وكانت في المدرسه، لكنها بتشوف رؤيه غريبه وبتقرر انها ترسمها على الورق، لكن اداره المدرسه كانت عامله استدعاء ولي امر، وراحت اندروز وكانت المدرسه بتشتكي انها بتعمل حاجات غريبه وعلى طول قاعده لوحدها. وهنا بنعرف ان جيا ما بتتكلمش، وقالت اندروز انها لسه ما انسجمتش مع باقي الطلبه وان لسه قدامها شويه علشان تتاقلم مع عالمنا. هنا بنفهم ان اندروز كانت بتبنيها جيا وانها مش امها الحقيقيه، لكن اندروز قعدت مع جيا وبتسالها لو انها عندها اي مشكله، وجيا ورتها الرسومات اللي هي رسمتها وقالت بلغه الاشاره انها قلقانه هنا ومش عارفه تتاقلم في بلد غير بلدها وناس غير اهلها، وانها خايفه على كونج جدا. وطبعا كلنا عارفين ان اهل جيا كلهم ماتوا قبل كده وما فضلش منهم غير جيا لان كونج انقذها، وده طبعا حصل في الجزء السابق اللي هنتكلم عليه بعد كده. لكن اندروز قالت لها انا مش عايزاكي تقلقي خالص، اعتبريني امك وما تخافيش. لكن الغريب ان لما جت اندروز تتفرج على رسومات جيا لقيتها هي نفس الاشارات اللي جات لهم على الاجهزه من المكان المجهول في الارض المجوفه. وتاني يوم راحت اندروز لصديق قديم اسمه بيرني كان بيشتغل معاها قبل كده، تطلب منه انه يفسر لها الاشارات ديت وازاي جيا رسمت نفس الاشارات من خيالها، وبتطلب منه كده علشان هو عبقري وليه طريقه مختلفه في التفكير. فهو وافق، لكنه قال لها احنا محتاجين نروح للارض المجوفه ديت علشان نفهم الموضوع ايه. وفجاه جات لها رساله بتحرك خطير لجودزيلا، ونشوف جودزيلا فعلا اتحرك وقام من مكانه ومشي في المدينه ومحدش عارف هو رايح فين. وفي نفس الوقت حصلت تقلبات في البحر وبيخرج كونج من البحر، وكله توقع معركه كبيره بين جودزيلا وكونج لان بينهم طار قديم جودزيلا عايز ياخده. لكن هنا بنشوف كونج خرج وقعد على الجبل وكان بيتألم جدا لان كان عنده سن بتألمه، وبسرعه يجي دكتور بيطري اسمه ترابر وبطياره خاصه يوصل لفم كونج ويقدر يخلع له السن دوت ويركب سن حديد بديل مكانه، وشكرته اندروس جدا على كده. وبرضه هنا بنعرف ان ترابر كان معاها في مغامره قبل كده وارتاح كونج من الم السنه وكان مبسوط جدا. ونيجي بقى لبيرني اللي بيقول لاندروز انه بمقارنه الاشارات ديت بكل الحيوانات اللي قابلوها كونج وجودزيلا اكتشف ان الاشارات دي مختلفه عنهم وانها جايه من بشر من الارض المجوفه، وان البشر دول بيطلبوا استغاثه، ودي حاجه غريبه لان المفروض ما يكونش فيه بشر في جوف الارض. وبعدها بتقابل اندروز المديره اللي بتؤمر بارسال فريق الى الارض المجوفه علشان يعرفوا حقيقه الاشارات ديت. وفي وسط الاستعدادات طلبت جيا انها تروح مع اندروز، ووافقت اندروز على طلبها، وكمان بيرني بيطلب منها انه يروح معاهم، فوافقت على كده وامرت بتجهيز مكان ليه في الطياره. وركبوا كلهم الطياره وكان معاهم الطيار ميكيل والدكتور ترابر وجيا وبيرني اللي كان فرحان جدا لانه اول مره يروح لجوف الارض. واتحركت الطياره ونزلوا في البحر مع كونج، وكانوا بيتحركوا جنب كونج لكنهم بعدوا عن بعض بفعل الجاذبيه واتجهوا ناحيه قاعده موناركي اللي هناك. وجت جنبهم طيور مفترسه، وقال لهم الدكتور انها مش بتاذي حد الا لو حد هجم عليها، وقدر يغير شكل الطياره لشكل الطيور ديت. وبنرجع لجودزيلا اللي راح فرنسا عند محطة نووية وهجم جودزيلا على المحطة دي، وكان بيمتص الإشعاعات النووية اللي طالعة منها علشان يزود بيها قوته، وهجمته بسرعة القوات الفرنسية، بس جودزيلا أخرج طاقة نووية كبيرة من جسمه قدر يدمر كل الطيارات اللي بتهاجمه. وطبعا الخبر دوت بيوصل لأندروز، لكنها فضلت مكملة في طريقها في اتجاه محطة مونارك، وبعد ما وصلوا لقوها متدمرة تماما وجثث الموظفين مرمية على الأرض.
استغربت اندروس جدا لان المحطه ديت بقالها سنين في المكان ما حصلهاش اي حاجه ومفيش حيوان هاجمها قبل كده، وسالت نفسها مين الوحش اللي هجم عليها بالطريقه دي. والدكتور ترابر بيلاقي كاميرا سليمه واداها لاندروس، قال يمكن يقدروا يطلعوا منها اي صور للي حصل. لكن اندروس بتلاحظ وجود لبصمه كبيره على الجبل، وظن ميكيل ان دي بصمه كونج، لكنها قالت لا ده وحش تاني خالص لان كونج كان موجود على الارض في الوقت ده. وبعد كده بيمشوا بسرعه قبل ما يظهر لهم الوحش مره تانيه. وبعد كده بنشوف كونج وصل لبيته ولكنه بيشوف الدم الاخضر بتاع الحيوانات المفترسه، فمسك السيف بتاعه ونزل مكان تاني علشان يشوف مين اللي عمل كده. وكان المكان ده اول مره ينزله في حياته، مكان مجهول وبيشوف جماكم كتير للغوريلات والقرود اللي من فصيلته. وبيدخل مكان تاني بيشوف ظل كبير قدامه، بس يطلع الظل ده لقرد صغير اسمه سوكو. فكونج بيمدله ايديه لكن القرد الصغير ده بيعضه في صباعه ويجري ورا كونج، لكنه اتفاجئ بوجود غوريلات تانيين طلعوا هجموا عليه وكانوا عايزين يموتوه، لكن كونج قدر عليهم كلهم وضربهم كلهم. وبيهجموا عليه تاني لكن كونج كان اقوى منهم كلهم مجتمعين، وفي غوريلا منهم كان هيقع من على الجبل فمسكوا كونج بسرعه وانقذه، ورغم كده حاول يقتل كونج لما طلع، فزقوا كونج من على الجبل واتخلص منه. وباقي الغوريلات خافوا منه وجريوا كلهم، لكن القرد الصغير سوكو كان لسه موجود ومجريش، ومسكوا كونج وهددوا بالقتل لو ما وصلوش لقبيله الغوريلات. فوافق سوكو على كده. وبعد ما اندروس شافت في الكاميرا وجود غوريلا عملاقه هي اللي دمرت المحطه، بتحصل اضطرابات جامده في الطياره وما قدرش ميكيل انه يسيطر عليها، لكنه حاول كتير لحد ما عرف انه يروح بالطياره للتل وخرجوا كلهم. لكن هما ماشيين ترابر بيشم ريحه غريبه وحصلت بينهم مشاده في الكلام، وميكيل فضل يقول انا القائد وانا المسؤول هنا وانا اللي احدد هنمشي ازاي. ولسه كان بيتكلم وكان في وحش على شكل شجره بلعته في ثانيه على مره واحده، وكلهم طلعوا يجروا من المكان ده. وحاولت اندروس تتصل بالشركه لكن ما كانش في اي اشاره خالص. وبنرجع نشوف جودزيلا وعمايله وبنلاقيه وصل مدينه قادس في اسبانيا، وكان بيدمر في العمارات وكان متجه ناحيه البحر لحاجه معينه، وكانت الطيارات خايفه تقرب منه من الاشعاعات اللي فيه، بس تابعوها علشان يعرفوا هو رايح فين. وفي شركه مونارك بيعرفوا ان جودزيلا متجه للقطب الشمالي، ده وحش اسمه تيمات، وان المكان اللي تيمات مستخبي فيه مشحون بطاقه كهرومغناطيسيه من الشمس كبيره جدا. فطبعا المنطقه ديت بقت مصدر كبير جدا للطاقه، ولو جودزيلا قدر يهزم تيمات هيقدر ياخد الطاقه دي كلها ويزود بيها طاقته وقوته، وهيبقى عنده طاقه جباره مفيش حد هيقدر عليه. ونرجع من جديد لفريق اندروس ونشوفهم ماشيين في الغابه وبيوصلوا المكان بيلاقوا فيه اثار لحضاره شعب ايوي اللي كان عايش في المكان ده قبل كده، وعرفوا من النقش على الجدران انهم كانوا عايشين هنا من قرون كتير، وان المكان ده كان معبد وكانوا عايشين في سلام. وكانت جيه تضغط على حجر، فجاه المكان حواليهم اتملى بالميه كانه نظام ري، ومشوا لحد ما وصلوا وشافوا حاجه كده زي ما تكون غشاء كهربائي عملاق. وكانت جيه بتفتح الغشاء دوت ومعاها اندروس، بيكتشفوا وراه مكان سري في جوف الارض، ونشوف حاجه شبيهه بالاهرامات، وكانت هي دي مصدر الاشارات الغريبه اللي جات لهم على سطح الارض. فقرروا انهم يدخلوا المكان ده ليكتشفوه اكتر. وبنرجع بقى لكونج وسوكو اللي كان بيوصلوا لمكان القبيله بتاعته، لكن سوكو عمل حركه كده مش لطيفه شويه، وانه خد كونج ونزله بحيره، ولما نزلوا الميه طلع لهم تعبان عملاق هجم على كونج ولف جسمه عليه، وبيهرب سوكو، لكن طبعا كونج كان اقوى من التعبان وقدر يموته وقعد ياكل في اللحم بتاعه. ورغم كده كونج اعطى لسوكو قطعه من لحم التعبان ده، وده اللي خلى سوكو يطمن لكونج وقلقه يخف من ناحيته. وبنروح نشوف معركه جودزيلا اللي قدر يروح لموطن الوحش تيمات، وبدات معركه بينهم، وبنشوف هنا عدوانيه تيمات الشديده وقوته الرهيبه. وبنشوفه لف جسمه حوالين جودزيلا بيحاول يقتله، وهو كان فاكر انه هيقدر على جودزيلا، لكن على مين؟ جودزيلا هو اللي بيخلص عليه، واشلاء تيمات تطلع على وش الميه. بيدخل جودزيلا بيت تيمات وبيقدر يشحن نفسه بكل الطاقه الكهرومغناطيسيه الموجوده علشان يبقى قوه لا تقهر. وبنرجع تاني نشوف اندروز وفريقها ماشيين في الغابه، وفجاه بتهجم عليهم ناس بالسلاح، لكن الناس ديت كان شكلها غريب وكانوا بيبصوا على جيا وخدوهم كلهم على القبيله بتاعتهم. وبيطلع ان دول قبيله ايوي اللي هي قبيله جيا، والقبيله ديت ما كانوش بيتكلموا لكنهم كانوا بيتواصلوا مع بعض عن طريق التخاطر. وظهرت القائده بتاعتهم على الساحه وطلبت انها تشوف جيا، وراحت لها جيا فعلا. وطبعا كانت اندروس خايفه جدا عليها، لكن جيا ما كانتش خايفه خالص وحاسه انها في ارضها وسط عيلتها. نعرف هنا ان قبيله ايوي هي اللي كانت بتبعت الاشارات ديت للارض علشان عايزين جيا ترجع وتعيش معاهم. ولما مسكت القائده ايد جيا شافت الماضي بتاعها زمان وهي معاهم، وطبعا اندروس كانت زي طول الله في برسيمه مش فاهمه اي حاجه. وخدتها جيا على جنب وقالت لها وشرحت لها مين القبيله دي وعايزين منها ايه، وانهم هم اللي بعتوا اشارات لجودزيلا وصحوهم من النوم لما كان في روما، وهم عملوا كده علشان سبب معين. ولما سالت اندروس عن السبب دوت خدوها ودخلوها اوضه ثانيه. بنشوف اندروس نقوش وكتابات على الجدران، وكان مكتوب عليها ان زمان كان شعب الارض وشعب جوف الارض عايشين في سلام، وان الوحوش ديت كانوا حيوانات عاديه جدا وطبيعيه. الغوريلا كانت دايما بتحمي البشر، بس فجاه ظهر غوريلا
غوريلا اسمه سكار كينج، وده هدد السلام لانه كان قوي جدا وما عندوش رحمه، وكان عنده هوس بغزو الارض، وانه دخل في حرب ضد جودزيلا بس جودزيلا انتصر عليه وسجن قبيلته كلها في منطقه ناريه في جوف الارض. سكار لحد دلوقتي مهووس بغزو الارض وانه عامل لهم تهديد جامد. وبعدها بنشوف كونج وسوكو لما وصلوا للقبيله والمنطقه الناريه اللي عايش فيها القرود مع سكار كينج، وبيشوف كونج القرود اللي من فصيلته شغالين زي العبيد عند سكار كينج اللي بيفكر يتمرد ويعصي الاوامر، جزاؤه بيكون القتل. وفي قرد تعب من الشغل، جاله واحد من رجاله سكار كينج وضربه جامد، وحاول كونج يتدخل الا ان سوكو منعه، بس كونج ما قدرش يسكت وراح يقوم القرد من على الارض، وجاله القرد اللي تبع سكار وصرخ في وشه، فبسرعه اداله كونج بوكس في وشه علشان يطير من قدامه. بنشوف سوكو اللي بدا يقلق عليه لانه عارف ان اليوم ده مش هيخلص على خير، وهو دلوقتي بيحب كونج ومش عايزه يتاذي. وبعدها بنشوف سكار بينزل من على العرش بتاعه علشان يشوف مين اللي عامل قلق في المكان، وينزل وسط القرود وكل القرود بتخاف منه وبترجع لورا ما عدا طبعا كونج. سكار بيشوف السن الحديد اللي مركبها كونج وقعد يضحك عليه، وكل القرود ضحكوا معاه، وراح سكار يهاجم سوكو علشان جاب كونج لارضه، وابو سوكو حاول يتدخل ويبعد سكار عنه، لكن سكار بيزقه في النار علشان يموته، وسوكو فضل يعيط على ابوه جدا. وطبعا الكلام ده ما عجبش كونج، فصرخ بصوت عالي وهجم عليه سكار بحزام حاد ومليان سنون وفي اخره قطعه كريستال، وكونج حاول يمسك الحزام لكنه اتعور في ايديه، وبدا كونج يرد الهجوم بهجوم، لكن سكار ده طلع فعلا قوي جدا وضرب كونج ضربه جامده والفاس وقع من ايديه، ونط عليه سكار وبيخنقه بالحزام، وكونج كان متألم جدا بس بيقدر يقلب سكار على الارض. ورجاله سكار كانت هتتدخل بس طبعا سكار يوقفهم علشان يروح يصحي وحش تاني اقوى منه، وبيشاور بالكريستال على مكان الوحش ده، والقرود فكوا الوحش دوت من قيوده. بنشوف انه شبه جودزيلا بالظبط واسمه شيمو، الشعاع بتاعه كان عباره عن تلج، وبنشوف ان سكار بيتحكم فيه عن طريق الكريستاله. بيؤمر شيمو انه يهجم على كونج، وشيمو شحن قوته وبدا هجومه على كونج اللي بيحاول يصد الشعاع بتاعه بالفاس، لكن ايديه اتجمدت من كميه التلج الرهيبه اللي على ايديه، وهنا بيحس ان نهايته قربت. لكن هنا سوكو يطلع جدع وبيشاور لكونج على مكان ممكن يهرب منه، وفعلا كونج هرب منه لكنه نسي الفاس بتاعه، وبياخده منه سكار وبيقرر انه يتابع كونج علشان يقضي عليه. وبنرجع لاندروز اللي كانت بتحكي قصه الوحش شيمو، وقالت انه وحش قديم ومسالم بس سكار قدر يتحكم فيه، وده اللي بيخلي جودزيلا انه يزود قوته لانه عارف ان حربه هتكون مع شيمو، وان قبيله ايوي مؤمنه ان في اخر الزمان في شخص من قبيلتهم هيرجع وهيصحي مصرا ملكه الوحوش وحليفه جودزيلا، وان الشخص اللي هيرجع ده هيكون من جزيره الجمجمه، وان المقصود بالشخص ده هي جيا. وبنرجع لكونج اللي كان بيهرب وعايز يرجع بيته، بس القرود كانت بتطارده في كل مكان، وفي منهم وقع في الفخاخه اللي كان عاملها كونج، وفضل يجري كونج لحد ما وصل لمكان مسدود، وهنا بيسلم امره لله ويقرر يقاتلهم. بس هنا بيظهر سوكو بيفك الفخاخ بتاعه كونج وبتقع عليهم الصخور ويموتوا كلهم، وبعدها كونج فرح بسوكو وخده ومشوا. وهنا بنشوف قرد من القرود كان متابع كونج وبيعرف كونج رايح فين، وراح علشان يبلغ سكار، وعلشان كونج شم ريحه جيا عرف مكانها، وبيتفتح الغشاء الكهربائي وبيدخل لقبيله جيا هو وسوكو، لكنه بيقع من طوله لانه كان تعبان جدا. واندروز وترابر بيشوفوا اصابه كونج، وبنلاقي القرد راح يبلغ سكار بمكان كونج، بيقول له ان المكان ده فيه بوابات بتوصل للارض، فيقرر سكار بسرعه انه يروح هو ورجالته وشيمو على مكان القبيله. وبعدها بنشوف جودزيلا بعد ما شحن الطاقه الكهرومغناطيسيه لونه اتغير وبقى اقوى بكتير. وبعد كده ترابر بيروح يشوف دراع كونج المصاب وبيعرف ان اصابته خطيره، وقال لاندروز انه لازم يروح لقاعده مونارك اللي في جوف الارض علشان الحل لعلاج كونج، والعلاج هو تركيب دراع حديد لكونج علشان يخلي كونج اقوى بكتير من الاول ويقدر يحارب اي عدو. وفعلا الدكتور راح لقاعده مونارك وبيجيب الدراع الحديد بالطياره وركبه على دراع كونج واداله حقن كتير علشان ما يحسش بالالم. ونشوف كونج وهو مبسوط بالقوه الجديده اللي بقى فيها، وسوكو بيشوف سكار مع جنوده وانهم قربوا منه وبسرعه يروح يبلغ كونج، وقالت له جيا انت محتاج لمساعده جودزيلا علشان تقدر تقضي عليهم، وفعلا اقتنع بكلامها وطلع كونج لسطح الارض علشان يجيب جودزيلا. وهنا بتشوف كونج عند منطقه الاهرامات في مصر وبيصرخ بصوت عالي بينادي على جودزيلا اللي كان موجود في جبل طارق في المغرب، ونزل في الميه علشان يروح لمصر. وفي نفس الوقت ده جيا بتعمل طقوس دينيه علشان تستدعي موسرا، وبترجع في كده بتظهر موسرا في السماء ووصل جودزيلا مصر، وكان فاكر ان كونج بيضحك عليه، وكان متعصب جدا وبيدمر اي حاجه في طريقه لحد ما وصل عند الاهرامات وهجم على كونج، وبدا كونج يقع على الهرم وبدات احجار الهرم تقع،
لكن طبعا كونج ما كانش عايز يحاربه، وكان عايز يهديه ويفهمه الموضوع، لكن جودزيلا راسه كانت متركبه شمال وكان رافض يتفاهم معاه، فضربه كونج بايديه الحديد وبينزل فيه ضرب بكل قوته، واطلق عليه جودزيلا الاشعه بتاعته ونزل ضربه وتدمير في كونج. لكن مصر حضرت وبتحل كل الاشكاليه دي وضربت جودزيلا من فوق راس ابو الهول، فهمت جودزيلا على كل حاجه، وكانت جايه واقفه معاهم وبداوا هما الاثنين يصرخوا بصوت عالي. وبعدها بنشوف قبيله ايوي بيحطوا سائل احمر في الميه علشان تتحول لكريستال، واللي هيقوم بقفل البوابات اللي بتوصل للارض. لكن فجاه سكار وشيمو بيوصلوا. سكار بيؤمر شيمو بالهجوم على البوابه بالتلج علشان يمنع اغلاق البوابه، بس الدكتور ترابر جاب الطيور اللي بتطلع كهرباء وصلتها على سكار وشيمو علشان يعطلهم شويه. بعدها نزل كونج وجودزيلا من البوابه علشان نبدا المعركه الكبرى بين الاربع وحوش، كونج مع جودزيلا ضد سكار وشيمو. بيطيروا كلهم في الجو بفضل الجاذبيه اللي اتعطلت، بيكملوا المعركه في الجو، وبتتدخل مصر وبتهجم على سكار، وشيمو كان خلاص على وشك يجمد جودزيلا بس مصر لحقته، وسوكو كمان كان موجود وبيحدفهم بالصخور. وبعدها الجاذبيه بترجع تاني وكانوا كلهم قريبين من البوابه، ومصر بتتدخل وتنقذ طياره اندروز وفريقها، وسوكو بيضرب قرد منهم علشان يقع ويموت. وهم خارجين كلهم من البوابه فاز كونج بتعلق منه معرفش ياخده، ويطلعوا كلهم على منطقه ريو دي جانيرو في البرازيل على الشط. وسكار كان فرحان جدا انه وصل للارض، وبيأمر شيمو انه يدمر المباني، وشيمو سمع الكلام وقام باللازم. بس كونج وصل وضرب سكار، بيحضر كمان جودزيلا وبيهجم على شيمو، ويكملوا معركتهم في البرازيل. وبدأت المعركة بكونج بيضرب سكار بيردوا له الضربة تاني، الناس جريت كلها وكانت مرعوبة، وشيمو يضرب جودزيلا ويحدفه بعيد، وبيظهر سوكو اللي بيلاقي فاس كونج وبيروح ياخده ويخرج هو كمان من البوابة. وبعد ما جودزيلا فقد الوعي يسيطر سكار وشيمو على كونج، ونزلوا في ضرب ومسكوا شيمو من ايديه ويحدفوا على العماير، وبيهجم عليه بالشعاع بتاعه، فحاول كونج انه يصد الشعاع بايديه، ولما فاق جودزيلا هجم على سكار بالشعاع مسك الحزام بتاعه ببقه، وسكار طار بعيد وبيتدمر الحزام، فالكريستاله تقع منه. بسرعه راح جودزيلا يهجم على شيمو علشان ينقذ كونج منه، وكونج راح ياخد الكريستاله بس سكار ظهر له وخنق فيه. وهنا بيظهر سوكو وبتشوفه بيدمر الكريستاله بالفاس بتاع كونج، وحصل انفجار كبير جدا، وجه سكار يمسك سوكو بس ضربه كونج بسرعه وحدفه بعيد، وبقى زي الكوره ما بين كونج وجودزيلا. وطبعا شيمو ما عملوش اي حاجه علشان بتكسير الكريستاله اتحرر من عبوديه سكار، لا وكمان طلع شعاع على سكار وحوله لكتله من التلج، وكونج بيطير ونزل بيه في الارض، واتدمر سكار نهائيا على ايد كونج. بيصرخ كونج صرخه الانتصار، وجودزيلا بيطلق شعاع في السماء، وخلصت المعركه على كده. بعدها اندروس بتحضن جيا وبتقول لها انا فخوره بيكي، لكنها كانت متضايقه شويه لانها كانت متوقعه ان جيا هتختار تعيش مع قبيلتها واهلها، لكن فاجئتها جيا بانها عايزه تعيش معاها، وانها اعتبرتها امها ومش هتقدر تسيبها مهما حصل، وان موطنها معاها هي. ففرحت اندروس جدا بيها وحضنتها. وبعدها مصر بتقفل البوابه والغشاء الكهربائي، وجودزيلا بيرجع لايطاليا وينام في سلام، وكونج وسوكو وشيمو يرجعوا لقريه القرود، وكونج بيبقى الملك بتاعهم. وخلص الفيلم على كده. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه ومشاركه على كل حساباتكم علشان نقدر نوصل لكل الناس، واهم حاجه تقول لي رايك ايه في الفيديو. وفي الختام احلى سلام من حوت الافلام.